الراجل ده بتحصل معاه مشكلة كبيرة جدا وبيكون ماشي بالعربية، ولكن العربية بتقع في حفرة غويطة، ولما الراجل بيجي يفتح الشباك بتاع العربية بيدخل طين، والطين هيكون يملى العربية، لكن الراجل بيلحق الموقف وبيقفل باب العربية وبيخاف من الموقف الصعب ده. لكن بيخاف أكتر لما بيلاقي إن في حاجات غريبة بتضرب في العربية من بره، وبيجيب بلاستر وبيغطي بيه كل الفتحات اللي في العربية، ومن كتر القلق والخوف بينسى وبيشرب كل المية اللي بتكون معاه. لكن بيتصدم من اللي عمله ده بعد ما يكون خلص كل المية، وفجأة كده بيحس بخنقة شديدة جدا، وبيحاول يفتح فتحة صغيرة عشان يقدر يتنفس منها، وفعلا ينجح في إن هو يعمل كده، وبيحاول يصرخ بأعلى صوت عنده على أمل إن حد يسمعه، لكن للأسف ما يكونش في حد في المكان. وبتمر عليه الأيام وبيكون تعبان جدا لأن هو مش بيكون واكل ولا شارب حاجة، بس بتجيله فكرة إن هو يشرب الحمام بتاعه على أمل إن هو ما يموتش، ويفضل على الحال ده لحد ما تجيله فكرة في اليوم الخامس، وبيقرر إن هو يخرج نفسه وبيشتغل بكل جهد، وبيكون بيساعده